ارتقى 7 أشخاص وجرح 70 آخرين في تفجير انتحاري ضخم بشاحنة مفخخة استهدفت مبنى هيئة الدفاع والحماية الذاتية ومركز الأسايش الغربي في مدينة قامشلو التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية غرب كردستان صباح اليوم الأربعاء. وأكد مراسل بريس 23 أن قوة الانفجار الضخم أدى إلى تحطم النوافذ والأبواب وغطت سحب الدخان سماء المنطقة. ويشار إلى أن مدينة قامشلو تعرضت لسلسلة من التفجيرات الانتحارية أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين، ويرجح العديد من مسؤولي الإدارة الذاتية الديمقراطية أسبابها إلى الانتصارات التي تحققها وحدات حماية الشعب يبكا وقوات سوريا الديمقراطية قسد ضد مرتكزات تنظيم الدولة الإسلامية داعش في مدينة المنبج بريف حلب والرقة وسط سوريا.